راس حربة في تشكيلة المنتخب المصري. في الجهة المقابلة سعود الشوشان في حراسة مرمى منتخب الكويت، عبد الوهاب العوضي على الجهة اليمنى، فهد الهاجري في الجهة اليسرى. المنتخب الكويتي وأولى الكرة المصرية من هنا على الجهة اليسرى بين يحيى زكريا والكرة في الخلف، محاولة التسديد، رائعة الكرة هذه من غنام سعود الشوشان الذي أنقذ مرماه من أول كرة وأول صاروخ وأول تسديدة يمينية وسط الراية كان من سعود الشوشان حارس مرمى نادي الكويت الذي أخرج الكرة في أول ركنية. فادوا أولاده من اللاعبين اليوم. كرة في المخالفة لصالح عناصر المنتخب المصري القائم الأول، هيصعب الكرة، محاولة المرور وتغطية دفاعية رجعت للخلف لإسلام عيسى، محمد النني، من إسلام عيسى وخروج موفق من محمد النني 33 سنة لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الذي يقود منتخب مصر. طبعا القانون الذي سيطبق جديد المفترض أن يطبق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبدأ هنا في هذه البطولة. اللاعب الذي يسقط ويكلفه ذلك دخول المسعفين إلى أرضية الميدان يطلع برا لمدة دقيقتين، طبعا إذا لم يتلقى المنافس بطاقة صفراء أو حمراء، إلا إذا تلقى المنافس بطاقة حمراء أو صفراء فيمكن للاعب أن يسعف وبعدين يكمل على طول. يحيى زكريا، إسلام يرجع في الوسط لمحمد النني، الكرة العرضية البعيدة من هنالك على الجهة اليمنى ناحية مصطفى سعد، يراقبها مصطفى، يلعبها لأكرم توفيق، هيلة بالعقد من هنالك، الهضبة من مصطفى سعد، يدخل هيلة منه العرضية، تسديدة وبين أحضان الحارس. الكرة من محمد شريف، سهل الكرة لسعود الشوشان، محمد شريف مهم. هذا هو سعود الشوشان حارس نادي الكويت الكويتي. كرة في الخلف من محمد النني مع ياسين مرعي، ترجع من هنا البحث عن إسلام عيسى، النني لم يقدر، استرجعت في الوسط عن طريق اللاعب سلطان العنزي، رجعت للخلف خالد الفاضلي يلعبها في العمق، والكرات البينية عناصر المنتخب الكويتي تلعب في العمق، البحث عن يوسف ناصر، من هنالك محمد دهامي وصل على الجهة اليسرى، الكرة في التوزيعة، هيلة رصير، الدفاع كانت ملعوبة من معاذ الظفيري، هو أول ركنية للكويتيين بعد هذه. إسلام عيسى بيمناه يبحث عن واحد من الرؤوس، بشكل راية مرفوعة، رصيد، هيلة من رجب نبيل من هنالك في القائم الثاني، كاد يفعلها مدافع نادي سيراميكا أيضا ويسجل الهدف. 14 دقيقة لعب مرت، ما زالت النتيجة 0-0. الكويتيون يلعبون على قدراتهم. المصري ترى مصرية، الكرة ملعوبة من محمد الرصيد، يوسف ناصر، ضاعت الفرصة الأولى لعناصر المنتخب الكويتي، واللي واحد من أقدم لاعب لم يكن أقدمهم، أكثر من 120 مباراة لعبها، كان في وضعية سانحة لتسجيل الهدف الأول أمام دفاع مصري لم يكن مرتبا كما ينبغي، لم تكن هناك وضعية تسلل في اللعبة هذه. مصري الكرة من هنالك على الجهة اليمنى، والتمريرة لأكرم توفيق، والتوزيع القائم الأول الدفاع يتدخل، خالد صباح، تلعب من هنا الكرة على الجهة اليسرى لإسلام عيسى، ممتازة خطيرة الكرة هذه، زكريا، يحيى زكريا، كورته كادت تشكل خطورة على مرمى الحارس. الكويتية حضرت على متن طائرات عسكرية خاصة بطلب من الاتحاد الكويتي، روعة من هنالك عندما نثمن ونتكلم عن الفريق اللي مستحوذ وبيهاجم، يجب ان نثمن ايضا الفريق اللي صامد ويدافع. كرة ملعوبة من هنالك على الجهة اليمنى، خطيرة خطيرة خطيرة، ما زال ركلة جزاء، الحكم النرويجي يعلن عن ركلة جزاء لإسلام عيسى ومنتخب وهو ياتي فهاي الإعادة هنا، برجلك لا برجلك لا، شوية بعدين هل الفائدة واحد قصير القامة ونحيف وهزيل وخفيف كيف يدخل من تحتك ويتحصل على ركلة جزاء؟ إذا جاء الهدف معناه أنه إحساسي بأنه الهدف يقترب كان في محل، قلتها من حوالي دقيقتين ولا ثلاثة، لأنه تقريبا الوضعية اللي
تردنا من تسجيل الأهلي. الحكم يرجع للفوت السولية والحشان. عمر ضيعتها يا عمر. ليس هكذا تنفذ ركلة الجزاء يا عمر. السولية يضيع أمام الحشان وتبقى النتيجة على حالها 0 مقابل 0. فرحة في الجهة المقابلة بالنسبة للكويتيين وكأنهم سجلوا هدفا. ليس هكذا تسدد ركلة جزاء يا عمرو يا سولية بهكذا كيفية. فاتح رجلك ومطلع راسك ورايح هكذا وضارب الكرة على الجهة اليمنى. سلامتك يا الاستاذ حلمي طولان. فلصالح المنتخب الكويتي. بعيدة يا محمد بعيدة. سلامات. هذه الكرة من محمد دهام. والله ناشفة الكرة هذه لو جت في اطار المرمى كانت تكون تشكل خطورة. شكل خطورة على دفاع المنتخب المصري. انطلاقا هنالك مصطفى سعد. يدخل مصطفى يوصل سعد. هيلة منه مصطفى سعد. مصطفى بالمراوغة. مصطفى لو تملكها بنفس الشكل اللي بديت به اللقطة يا مصطفى سعد في هذه اللعبة الفنية الرائعة التي أسقطت يا مصطفى سعد في هذه اللعبة الفنية الرائعة التي أسقطت على إثرها لاعبين كويتيين من هنالك على الجهة اليمنى وتمريرته كانت بعيدة. رائعة الكرة هذه من قبل المهاجم مصطفى سعد. بيسراه راوغ وبيمناه وزع كرة كانت في القائمة الثانية بعيدة على إسلام عيسى وخرج التماس لعناصر المنتخب الكويتي. عمرو السولية ممتاز الكرة لإسلام عيسى. يدخل إسلام. هايلة إسلام. يوصل إسلام. يلعب هنالك على الجهة اليمنى ناحية مصطفى سعد. مصطفى وإسلام. يدخل مصطفى. عرضية الكرة. يا عمرو الكرة الطيرة ما زال مصطفى ضغطة ومسيطرة ولكن الكويت مع كرة محمد النني وأوصد من سعود الحشان يخرج هذه الكرة. تمسكها هذه من الحارس محمد بسام. كرة مرفوعة بشكل رائع. ما زالت الخطورة مرة ثانية. خرجت ثم الانطلاق من هنا من إسلام عيسى والحكم في هذه اللحظات اسبانيس كاشي صفر نهاية هذا الشوط 0-0 بين مصر والكويت. التقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام. بين المنتخب المصري كان ضيع ركلة جزاء بفضل عمرو السولية في الدقيقة 37 من عمره. الشوط الأول الذي شهد سيطرة المنتخب المصري أمام نزي. ما زالت الكرة مصرية لمحمد شريف. حاول يمر محمد يلعب عرضية خطيرة. إسلام عيسى من هنالك جهد كبير من محمد شريف مرمى الحارس سعود الحشان وضعت أول فرصة في هذا الشوط الثاني من عمر المباراة. التمريرة رائعة من محمد شريف والترويض رائع من إسلام عيسى ثم التسديدة بعيدة في الشباك الصغير. مصريون يريد. رجعت له مرة ثانية. الكرة ضاعت وعمرو السولية في الاسترجاع والتغطية الدفاعية من هنالك هدفي ورأي تسلل لنا محمد النني لم يتمكن منها. والانطلاق من محمد دحام على الجهة اليسرى. محمد لاعب النادي الأهلي. كرة ملعوبة بشكل رائع. خروج موفق من أروع ما يكون من سعود الحشان الذي ينقذ مرماه في وقت الحكم المساعد رفع الراية. وضع التسلل واضحة هنا. متابعة جيدة من الحكم المساعد. 5 تغييرات تمت. تغييران في التشكيلة المصرية والثلاثة في الجهة المقابلة في تشكيلة المنتخب الكويتي الذي لا يزال صامدا أمام في الركنية الداخلة لصالح الأزرق الكويتي. محمد دحام رايح الكرة رصية بالمليمتر. محمد دحام فوق راس فادي الهاجري. جول يفعلها الأزرق الكويتي. المصريون يسيطرون يضغطون ويستحوذون والكويتيون يسجلون. كرة ولا أروع من محمد دحام في الركنية ناشفة قوية. بيت
الكويت. 1-0 يفعلها عناصر المنتخب الكويتي، يسجلون هدفا اولا امام منتخب مصري مستحوذ وضاغط ومسيطر ومضيع فرص كثيره من بينها ركله جزاء. ياتي الجول الاول الازرق، يا سلام على الركنيه، ويا سلام على الراسيه، ويا سلام على الجول، ويا سلام على التفوق الكويتي لحد الان. 1-0 امام مصر. تولع المباراه مثل ما يقول اخواننا المصريين. العمق لمجدي افشة، استلم، هاي كره صعبه للمنتخب المصري، ملعوبه خطيره عرضيه، الركنيه اللعوبة بشكل رائع في اتجاه مروان حمدي، وتغطية دفاعية أيضا رائعة، وراحت ركنية أخرى للمنتخب المصري. هل يقدر على الصمود بدنيا عناصر المنتخب الكويتي؟ وارد جدا. كرة مصرية في الخلف، كريم فؤاد مرفوعة بعيدة في القائمة الثاني. هنا يستلمها جابر، ميدو جابر يراقب كورته، جابر ما زال، هيل المراوغة، ميدو جابر يدخل خطير في التماس، يلعبها مع ميدو جابر. عمرو السولية يفقد توازن المنتخب المصري، يفقد تركيزه كذلك. مرفوع الكرة بعيدة، خروج موفق من الحارس سعد الحوش. كنت اعتقد بانك ستلتقط هذه هي الكرة من امامك على الجريمة. راح عند كرة خطيرة من هنالك على الجريمة. عميد الراشدي يدخل، الراشدي عيد الراشدي ومحمد دحام. بقدر ما كان متأكدا من التسجيل ضيع محمد دحام، ضيع القاتل في هذه اللعبة. يا عيد هرب من هنالك، عيد الراشدي هرب ومرر الكرة لمحمد دحام بيمناه. صد كان رائع من محمد باسام. كاد ياتي الجول الثاني لعناصر المنتخب الكويتي من هنا بواسطة محمد دحام. مجدي أفشة عنده الكرة الآن، التغطية دفاعية من سلطان العنزي. سعود الحوشان يهدي هدية للمنتخب المصري، ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة والبطاقة الصفراء. هاي الكرة كانت بعيدة. شوف الكرة مثل الحياة، مثل الدنيا، يعني تبتسم لك يجب أن تستثمر فيها، تعطيك يجب أن تأخذ، إذا لم تأخذ فتنزع عنك. شوف هنا منتخب الكويتي كان قريب من هدف ثاني، المنتخب المصري في لعبة تقريبا كرة ضايعة. شوف هنا راحت هنا من حمدي. ياي ضربة جزاء صريحة، كرة راحت. ليش الخطأ مثل هذا؟ ليش الخروج مثل هكذا بشكل من سعود الحوشان الذي هي هكذا؟ ركلة جزاء. عمرو السولية انت ضيعت الأولى، يقولوا لك لا يا عمرو، اختك يا عمرو. يريد ان يعوف، ماسك الكرة عن القائد. خلاص حكم صفر ركلة جزاء، انتهى الامر. نعرف تمريراته، هل تسديداته موفقة؟ مجدي يتقدم، مجدي أفشة سجلها. ارتمى سليمان عبد الغفور، ولكن مجدي أفشة حطها في الجول وعدل النتيجة للمنتخب المصري. 1-1 صارت النتيجة. يا سيد المخرج خلينا المناصرة هذا الكويتي خليه في حاله من فضلك. 1-1 صارت النتيجة الآن بين الكويت ومصر. الإثارة زادت في الشوط الثاني وستزيد في ال3 دقائق المتبقية، زايد ال5 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. مجدي يعيد المصريين للمباراة ويعدل. شوف الارتماء، شوف راح مع الحارس، والله راح معه. راح معها الحارس وكاد يصدها، ولكنها دخلت في نهاية المطاف. جاء هدف التعادل للمنتخب المصري امام المنتخب الكويتي الذي ابهرنا بصموده وابهرنا باستماته وابهرنا بتفوقه. يا محمد أفشة يلعبها لكريم فؤاد، كرة صعبة للمصريين، انتفضوا ودخول من هنالك العرضية. والدفاع خالد الفاضلي يخرجها مرة ثانية، ما زالت كويتية. هل تسترجع بسرعة؟ استرجعت بسرعة مصرية. عمرو السولية فيه تسلل، عودة موفقة من هنالك من الدفاع، وتروح الكرة لسليمان عبد الغفور والحكم يشير إلى وضعية التسلل.
ارتكبه سعود الحوشان. 1-1 النتيجة الآن، بقت 10 ثواني على نهاية المباراة. كرة بعيدة من هنا، الحكم صفر قبل الثواني العشرة. نهاية هذه المباراة بالتعادل 1-1 بين مصر والكويت في المباراة الأولى لهذه المجموعة الثالثة الصعبة والقوية اللي فيها مصر والأردن والإمارات والكويت. شكرا لكم، كاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله.